انواع الرجاله دي اوعي اصلا تدخليهم حياتك ابدا. اول حاجه الكذاب. الكذاب ده اللي احنا بنسميه ابو لمعه، اللي بيفضل يحكي لك حكايات ما حصلتش اساسا، ويكلمك عن نفسه كتير قوي قوي، ويمجد في نفسه ويعلي نفسه قوي بحاجات هو ما عملهاش. ده الكذاب. الكذاب ده يوم ما حضرتك تمسكي عليه كدبه انت مش هتصدقيه تاني ولا هتثقي فيه، لان العلاقات بتقوم على الثقه والاحترام، والكذب بيهدمها. فخلي بالك من الشخص الكذاب. رقم 2 هو الشكاك، اللي كل ما تروحي في حته يقول لك انت رحتي فين ومع مين وقعدتي فين، ولدرجه ان هو ممكن يقول لك كمان طب ما تصوري لي نفسك كده وانت قاعده في الحته الفلانيه، لان هو شاكك فيك، ما بيصدقكيش في اي حاجه. عشان يرضي الشكوك اللي جواه يفضل يفرض عليك ضغوط كتيره قوي ومش هتستحمليها والله، هتتخنقي من الشخصيات الشكاكه قوي دي. رقم 3 هو ابن ماما، اللي قراراته كلها مش من دماغه، اللي دايما بيقعد يسمع هنا ويسمع هنا ويسمع هنا ويجي يطبق عليكي اللي هو بيسمعه من مامته. كل حاجه يقول لك ماما كانت عندها حق في الكلام اللي هي قالته. والله لازم اسال ماما الاول. العلاقه كلها تحسي انك عايشه مع ماما مش عايشه معاه هو. رقم 4 هو البخيل. البخيل قوي قوي ده، ومش بخل فلوس بس، ده بخل مشاعر، بخل ان هو يهتم بيكي، بخل ان هو يقول لك كلمه حلوه، بخل ان هو يعني يعبرك ولو بتليفون. اوعي ابدا من الشخص البخيل ده. كارثه كارثه، هيسود عليك عيشتك. ال4 نوعيات دول خلي بالك منهم وخرجيهم بره حياتك، واوعي ترتبطي بيهم.